أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفهيم. في البداية كده وقبل ما أبدأ الفيديو حابب أشكر كل الناس اللي بتدعمني. الحمد لله إحنا وصلنا ل10,000 مشترك وده بفضلكم أنتم كمشاهدين. طبعا في ناس كتير جدا عندها منصة باينانس بتاعت التداول على العملات المشفرة، واحنا بنستخدمها كمحفظة بنحفظ فيها اليو اس دي تي بتاعنا، بحيث ان احنا ممكن نعمل مثلا بطاقة افتراضية ندفع بيها حاجة، الكلام ده كله. هفهمك بقى في الفيديو ده ان شاء الله تركية بسيطة خالص وخطوة بسيطة خالص نقدر من خلالها ان انت لو انت عندك فلوس على منصة باينانس تقدر تستفاد ب زي نظام يعني عمولات او فوائد كده بتنزل على الحساب بتاعك على فلوسك دي كل يوم، وفي نفس الوقت آمنة جدا، منخفضة المخاطر، ما فيهاش أي مشاكل، ما فيهاش أي ريسك خالص. وفي نفس الوقت هتحط فلوسك النهاردة لو أنت عاوز تسحبها في نفس الوقت بتسحبها عادي بدون أي مشاكل، ملهاش عمولات، ملهاش حد أدنى للإيداع بتاع الشغل ده. حاجات بسيطة وحاجة بسيطة خالص أنا عن نفسي بعملها، فحبيت إن أنا أشارك معاكم التجربة دي عمليا. إن شاء الله في الفيديو ده هفهمك إزاي تستفاد من الفلوس الراكدة عندك على منصة باينانس، أو حتى لو أنت عندك عملات مشفرة مش شرط يو اس دي تي، أي عملة مشفرة أنت شاريها ومحتفظ بيها يعني كفلوس او كقيمه على منصه باينانس، هفهمك ازاي طول ما انت محتفظ بيها كمان تدخلها في نظام مشروع او اكتتاب بمعنى اصح يجيب لك ارباح يوميا. والفلوس والنسبه المئويه بتتغير برضو كل يوم حسب طلعه نازله، عشان خاطر يتجنبوا موضوع الربا والشبهه والكلام ده. الحاجة التانية كمان ان هم عاملين النظام ده نظام مرن. يعني ايه نظام مرن؟ يعني تقدر تودع الفلوس النهاردة وتسحبها في نفس اليوم. في نظامين، نظام محجوز ونظام المرن. النظام المحجوز احنا مش هنتكلم عنه لان هو بيفضل حاجز عنده الفلوس لمدة اقل مدة 7 ايام، وبيبدأ من 7 ايام لحد 120 يوم. احنا مش هنتكلم على النظام ده، احنا هنتكلم على النظام المرن، وهشرح لك النظام المرن لان هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ان انا عندي مثلا الفلوس النهارده حطيتها عندي في اليو اس دي تي، دخلت في النظام المرن، بكره او بعده او بعده اي وقت بعد كده، اي يوم بعد كده حبيت انك انت تسحب الفلوس دي تاني وترجعها عشان خاطر تستفاد بيها بقى او تشتري بيها حاجه او تحولها لشخص تاني، تقدر بكل سهولة تعمل الموضوع ده في النظام المرن. فمن غير كلام كتير، لو انت اول مرة تشوف الفيديو بتاعنا والحلقة بتاعتنا ما تنساش دعمك لينا باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. وكمان لو انت مشترك في القناة اعمل لايك للفيديو ده واعمل شير، ويلا بينا نخش على جهاز الموبايل ونشوف التفاصيل. اول حاجه طبعا هننزل تطبيق باينانس، والناس كلها طبعا عارفه موضوع تطبيق باينانس وتحمله ازاي وكده. ولو انت ما عندكش التطبيق تقدر بكل سهوله تنزل اسفل الفيديو هتلاقي رابط التسجيل المباشر على منصه باينانس، تقدر تنزل التطبيق وتعمل اشتراك فيه او تسجيل فيه وتعمل تحقيق للهويه او توثق الهويه والى اخره. طيب، احنا هنا اول حاجه كده هندخل على المحفظه بتاعتنا، لازم نتاكد ان الفلوس بتاعتنا او العملات بتاعتنا على المحفظه الفوريه زي ما انتم شايفين كده. تمام. بعد كده هنضغط كده، مثلا احنا عندنا يو اس دي تي، موضوع سهل وبسيط وهننفذه مع بعض وهنسحب ونودع دلوقتي واحنا قاعدين. نضغط على اليو اس دي تي كده. تمام. هيكتب لك هنا ايه؟ اكسب معدل نسبه سنوي على اليو اس دي تي. تمام، ده اللي احنا عايزينه. هنضغط عليه كده، هيطلع لنا الصفحه اللي انتم شايفينها ديت والنظام ده. احنا هنختار ايه؟ هنختار كلمه مرن بالمنظر ده وهنقول له يو اس دي تي. لما يفتح لك الصفحة اللي قدامك دي لازم نتأكد من شوية حاجات كده. أول حاجة كده معانا هنتأكد من إن إحنا على النظام المرن زي ما أنتم شايفين كده. تمام. معدل النسبة السنوي ده يا جماعة متغير يوميا، يوميا بيكون متغير. تمام كده. فإحنا نتأكد من ده إيه أو نفهم من ده إيه؟ إن هما بيحاولوا يتجنبوا الشبهة بتاعة الحرام والحلال. طيب، قال لك الحد الادنى للايداع هو 1 سنت زي ما انتم شايفين. احنا مثلا على سبيل المثال هنقول ان احنا هنستخدم الفلوس اللي معانا كلها على اليو اس دي تي.
قال لك هنا في الاشتراك التلقائي احنا مش هنفعل الخيار ده، هنسيبه زي ما هو، لان ده بمعنى صح كده بيقول لك سيتم استخدام الرصيد المتاح في محفظتك الفوريه يوميا. يعني اي فلوس هتنزل او اي فلوس هتجيلك على اليو اس دي تي في المحفظه الفوريه يوميا هيتم الاكتتاب فيها بشكل اوتوماتيك بدون بقى احنا ما نعمل الخطوات دي. طيب قال لك المبلغ اللي معاك ده هيديك مكافآت تقديريه يوميه اللي هو الرقم ده. طبعا كل ما زاد المبلغ كل ما زادت الفلوس او زاد الربح، تمام كده. والربح متغير يومي، يعني مش كل يوم هتاخد نفس الرقم، ممكن يقل ممكن يزيد. هنعمل هنا تأكيد. تمام. قال لك بكل بساطة تم الاشتراك بنجاح. تاريخ الاكتتاب، تمام. تاريخ بدء الاستحقاق هيبدأ ان شاء الله من بكرة. تاريخ التوزيع الاول هيبدأ من ثالث يوم. وزي ما انتم شايفين مفيش اي مشاكل، وتم الاكتتاب بالمبلغ اللي احنا عندنا في اليو اس دي تي في المحفظة الفورية. طيب انا دلوقتي يا عم محمد خلاص اشتركت، ومثلا قعدت يوم اتنين تلاتة، خلاص انت كده فلوسك كل يوم بينزلك عليها ربح، تمام. ولكن انت جالك موضوع ان انت عايز تاخد الفلوس تاني او ترجع فلوسك تاني عشان خاطر تشتغل بيها او تحولها لحد او تستفاد بيها بقى تعمل بيها اي حاجة. هنعمل كده الانتقال الى المحفظة زي ما انتم شايفين اهو. الأرصدة والنظام مرن، معدل النسبة، الكلام ده كله طبعا زي ما انتم شايفين ظاهر معاكم هنا في الأصل والمنتج. طيب لو احنا دخلنا كده، تمام، عايزين نقول له استرداد، يبقى احنا هنعمل استرداد من المكان ده. تمام تمام. طيب ازاي؟ هنضغط بس بكل بساطة كده على كلمة استرداد. طيب انت عايز تستبد مبلغ ايه؟ هل المبلغ كله ولا عايز تستبد مبلغ معين؟ لا انا هقول له مثلا انا عايز استبد المبلغ كله. او مثلا على سبيل المثال حضرتك مثلا حطيت 500 دولار 600 دولار وحبيت مثلا انك انت مزنوق في 100 دولار بس، فبدل ما انت هنا تعمل الكل تمام وتستبد كل الفلوس، لا هو هنا بيخيرك او استرداد. عاوز قد ايه؟ والله انا مثلا معايا 500 600 دولار ولكن انا هبعت لواحد او هحول لحد 100 بس، تيجي عامل استرداد للمبلغ اللي هو معاك. لو انا مثلا قلت خمسة هيسترد لي خمسة، تمام. ولكن انا طبعا عشان خاطر ايه مش بشتغل بالمبالغ الصغيره ديت في الاكتتاب، فهعمل الحد الاقصى واقول له تاكيد. بصوا كل الموضوع وانت واقف في اقل من دقيقه اهو. تم ارسال الطلب في انتظار المراجعه، تم تاكيد الاسترداد، الموضوع منهي، ما فيهوش اي مشاكل، ما فيهوش خصومات، ما بيخصمش منك حاجه، بل بالعكس ده فلوسك بتزيد. تمام اهو. الارباح هنا خلاص كده خلصت اهي، ما فيش اي مشكله. هنا هنخش على فوري. طب احنا بقى لما نحب بقى يا عم محمد نجيب الاكتتاب بتاعنا على كلمه التمويل اهي وعلى كلمه فوري اهي. طبعا احنا هنا مفيش، الاصل صفر والمنتج صفر، تمام. على فوري اهو، مفيش اي مشكلة خالص. طيب نعمل مع بعض كده برضو اكتتاب تاني عشان خاطر الناس تبقى فاهمة الموضوع بيمشي ازاي. وزي الفل زي ما قلت لك اهو، نشرح تاني اهو ونقول له الحد الاقصى واقول له تأكيد. تم الاشتراك. يعني احنا اشتركنا ولغينا مع بعض اهوت مرتين واحنا قاعدين مفيش اي مشاكل. هي الفلوس هنا اختفت من فوري واختفت في التمويل. طب راحت فين؟ هتلاقيها في الارباح اهو. تمام. تقدر بقى تسيبها كده شغاله، هتجيب لك سنتات. المبلغ يا جماعه هو اللي بيحكمك، هو اللي بيحكم الربح، تمام. بعد كده هيجي لك هنا بقى الخيارات بقى بتاعت الارباح والخسائر والكلام ده كله. بس الموضوع يا جماعه سهل، ما فيهوش اي خسائر. لحد هنا كانت نهايه الحلقه بتاعتنا. ارجو ان انت تكون استفدت من الحلقه وتقدر تحقق ارباح ولو بسيطه زي ما قلت لك في الفيديو. ويعني ايه هي حاجه في ايدينا هي نقدر ان احنا نستخدمها ونستنفع بيها. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومه جديده.